مساء الخير، عيني شلونكم؟ اليوم راح اسوي تشرك. هذا التشرك ينفع للتوزيعات، للمناسبات، للعصرية ويا الشاي، كلش طيب. عندنا هنا مواد سهلة ومتوفرة بكل بيت. عندي مي خليت قلاص، طبعا زيت نص استكان، واذا اكو زبدة او سمنة هنضيفه. وهنا خمرة قد ملعقة، حليب 3 ملاعق، إذا أكو حليب سائل حطوا القلاص السائل بدال ذني. شكر 3 ملاعق حسب الرغبة، شكر. رشة هيل، اللي ما عنده هيل أو ما يحب الهيل يحط فانيلا. أنا هنا أحب نكهة الهيل. وهاي عندي اللي ما عنده هاي يعني الخلاط عادي بديه يعجنه، هي عجينة عادية. والطحين عندي هنا كيلو طحين. طبعا خليت له قلاصين مي بس صار شوية لينة. انتو المي حسب هذا الطحين اللي عندكم، شوية شوية، لا تحطون هواي مي لحد ما تشوفوا. هنا أعجنها زين. هالمواد متوفرة بكل بيت وشرك طيب، طبعا عراقي ولين، ظل يومين وهو لين يعني ما يبس. هالعجينة اختمرت هنا ما شاء الله، يعني شو اقولكم، بنص ساعة اختمرت. هاي عجينة ال10 دقائق، وعجينتها تخب اللينة. هاي تنفع للصمون مو بس للشرك. صمون، فطاير، تلفوها يعني بجبن، بتمر، كل شي تنفع طيبة. وجايتكم مدرسة للمدارس طبعا للأولاد، تحطوا لهم إياه. طيب عن طيبة ونظيفة. هنا أسويها هاي الشنق شوية دهنت يعني دية بالزيت، الزيت العادي، واشنقهن. ما شاء الله صار مبارك الكيلو الطحين هواية. والشكر حسب الرغبة، إذا ما تحشوها تمر زيدوا شكر. أنا هنا خليت 3 ملاعق، يعني زينة حلوة، يعني حتى بدون تمر طعمها طيب. هاي راح أبدي أشكلها. هنا من كلها شكل يعني شنقتها، أظل أشكل بيها الشكل انتو اللي يعجبكم. هاي طبعا راح أسويها سادة. هنا شوي هاي ورق الزبدة ضوجتني حتى شلتها بعدين، يعني أنا الكاونتر نظيف وأعقمه. أنا دائما خالة بخاخ بيه خال، يعني ورا ما كل ما أمسحه أرش أعقم بيه. وهو بالقاصر دائما أنظفه أنا بالقاصر. هاي شكلها، هذا الشكل حلو، هي يعني شكل الشرك. هنا راح أسوي بالتمر. الما عنده تمر عادي يعني بدون تمر سووها للأولاد هيك سادة طيبة، هي ما طول بيها سمسم طيبة. والعدة حلقوم هم يحطها بالحلقوم كلش طيبة. أنا هنا الحلقوم دائما أنا أسوي، بس كنت يعني ما متوفر عندي الحلقوم ما سويته. هذا الشكل هم ملاخ، يعني هم سهل، وشكلها هو دائما نشتريه من برا. طبعا دائما اللي تسووه بالبيت يصير أطيب وأنظف. هاي الشكل الثاني، أو ضفيرة، انتو الأشكال انتو تردوهن. هنا أنا دائما هاي الشغلات يعني أوفرها بالبيت، أسوي لهم الكيك حتى ينفعني للمدارس. هنا إجبار يعني الأولاد الصغار ياخذون حافظات للمدارس، لازم ياخذون أكلهم. هاي هنا أنا أمسحها بخاشوقة حليب. طبعا أخذت له نقطات مي وشوية دبس على مود اللون. اللي ما عنده حليب عادي حطوا بيضة وشوية عليها قهوة وخلطوها ومسحوا وجهها، أو بس حليب ثخين، يعني مو إلا بس الدبس يصير لونه الذهبي. وهاي شكلها النهائي، أتمنى تجربوها، تنفع قلت لكم للثوابات وللمناسبات. باع شكلها هنا أنا حارة ما شاء الله، اسفنجية وطعمها كلش طيب. هاي الصينية الثانية قلت لكم صارت بركة. وهنا أنا حبايب قلبي لا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة، وأقولكم مع ألف سلامة.